اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي لايك واشتراك للقناة وفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحطي لايك ما تنسيش، واعملي اشتراك كمان للفيديو. تعالوا بقى ايه نغسل شوية المواعين دول مع بعض. قلت كده ايه، كان عندي المطبخ كده في كام طبق كده وكام كوباية وحاجات في الحوض، فقلت ايه قبل ما اعمل معاكم الاكل اغسل الحاجات دي عشان ايه الدنيا تبقى رايقة كده حواليا. همسكهم كده اغسلهم معايا بسرعة كده، مش هياخدوا حاجة. لما بغسل يعني لما بشطف المواعين الاول وبعدين اغسلهم كده زي ما انتم شايفين وبعدين اشطف مرة واحدة. فعلا الفكرة دي حلوة قوي، ما بتخلينيش ازهق وبحس ان انا غسلت المواعين بسرعة. يعني فعلا وبحطهم في الصينية عبال ما بغسل حبة تانيين بيكونوا هم اتصفوا والمواعين خلصت معايا بسرعة. فالفكرة دي حلوة وكمان ما بستهلكش مية كتير. بالنسبة للناس اللي عندها عداد كارت كده زيي، بس سيبكوا بقى من العداد الكارت. هي فعلا منجزة، يعني بتخليكي تخلصي بسرعة، غير لما تفضلي فاتحة الحنفية وعمالة تغسلي حلة حلة وتشطفي طبق طبق الكلام ده. لا، دي أحلى يعني. المهم، متنسوش بقى تحطوا لي لايك. ها اللايكات يا جماعة، المشتركين ما شاء الله عمالة تزيد، وفي ناس جديدة دخلت عندنا عندي في القناة. يعني ما شاء الله، يعني القناة بتزيد. ليه بقى بتنسوا تحطوا اللايكات؟ تتفرجوا على الفيديو وبتنسوا تحطوا اللايك ليه بقى؟ انا كده زعلانة منكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك عشان هو ده اللي بيشجعني وفعلا بيخليني اقوم ان انا اصور لكم فيديو. ساعات ببقى كسلانة، او مش قادرة، الجو بقى حر ولازم البس وبتاع، فاللايكات بقى والكلام بتاعكم في الكومنتات ده اللي بيشجعني ويخليني اجي على نفسي حتى لو ايه واقوم اصور لكم. فانا شايفاكم نايمين خالص ومش مش بتحطوا لايكات، فزعلانة منكم بصراحة. المهم غسلت اهو المواعين، فاضل بس الحلة دي. وادي البتاع ده. شوية الاطباق دول هشطفهم كده معاكم اهو. عشان كده بصوا في ثواني، وحقيقي في ثواني، مش عشان تصوير وان انا اسفة معلش جالي تليفون. المهم، هنا بقى زي ما قلت لكم اهو كده هغسلهم معاكم حبة حبة كده بسرعة بسرعة، يعني ما خدوش في ايدي حاجة بصراحة. عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه بتسعدني وبتبسطني لما اخش كده المطبخ والاقي المواعين كده يعني الحوض فاضي والمواعين مغسوله كده. يا سلام، راحه نفسيه والله يا جماعه لما تشوفي كده الحوض وهو فاضي حواليكي. بتبقى حاجه جميله، يعني بحس ان انا طول ما انا شايفه لو معلقه في الحوض لازم اقف اغسلها، ما سيبهاش تتكوم عليها حاجه تانية. لان كل ما تلاقي كوبايه هتبصي تلاقي حد حطلك عليها، فما تغسليهم كده اول باول فعلا بتنجزي والدنيا بتبقى رايقه معاكي وراحه نفسيه. راحه نفسيه دي اهم حاجه. بصوا بقى يا جماعه، خلصنا المواعين. ده كان ربع كيلو لوبيا كنت شارياه امبارح ونقعته من بالليل زي ما انتم شايفين كده، نقيته ونقعته. وبعدين همسكه كده اشطفه بحبة مية من الحنفية واصفيه واحطه في حلة على النار زي ما انتم شايفين كده. طبعا البوتاجاز متدمر ما علينا، انا بصراحة كنت مستعجلة وكنت عايزة اخلص بسرعة، فقلت مش مشكلة اعمل الاكل، لان انا الساعة كانت حوالي 9:30 او 9. فانا كنت لازم اعمل الاكل بسرعة مش وقته. فمش مشكلة، يعني كده كده هو ما بياخدش حاجة في ايدي. المهم مسكت اللحمة كده، دي كانت عندي في الفريزر حتى مجمدة كانت في ايدي. مسكتها كده في حلة سخنة وشوحتها كده على النار زي ما انتوا شايفين. افضل كده اقلب فيها واشوح فيها، وادي اللوبيا اهي على العين التانية اهي. بسلق هنا وبعمل اللحمة هنا. هنا بقى قلت اشوحها كده من غير اي حاجة ولا بصل لسه ولا اي حاجة حطيتها. بصوا، مش عارفة اللحمة هنا كانت صاحية عمالة تقع من ايدي. المهم بديها كده صدمة على النار وبقعد اشوح فيها كده بحيث ان انا احمرها. بصوا تبقى شبه المحمرة بالظبط، رايح جاي كده بايدي. وطبعا ايه انا معليه النار على الاخر عشان ما تنزلش مية. وبعد كده نزلت بمعلقة سمنة بلدي اهي، نص معلقة كده، هشوح برضو بيها اللحم. مش قادرة اقول لكم اول ما حطيت السمنة البلدي الريحة فاحت وبصوا بقت مالية المطبخ. العيال قعدوا يقولوا لي الله يا ماما بصوا اللحمة طارت اهي طارت. عيالي عمالين يقولوا لي الله يا ماما الريحة جميلة.
هنا بقى ايه، نزلت بالبصل والطماطم وفصين حبهان، وهقلب برضو اشوحهم مع السمنة كده باللحمة. وبعد كده احط بقى الفلفل الاسود بقى والملح ده في الاخر خالص. بصوا بقى التشويح ده بيخلي اللحمة دي في حتة تانية خالص. نزلت كده بحبة فلفل اسود. بصوا بقول لكم الريحة تجنن. وبعد كده طبعا مية في الكتل، اوعي تحطي مية من الحنفية، لازم مية سخنة عشان اللحمة ما تجلدش معاكي وكمان تستوي بسرعة. نزلت بقى بالمية السخنة. بصوا الشوربة بقت لونها ايه، ولسه اللحمة ما استوتش ولا نزلت البهاريز بتاعتها، يعني ما اقولكوش. ده غير بقى ان انا كنت قايله للجزار يحط لي بقى ايه العصب والحاجات الحلويات دي اللي بتبقى حوالين اللحمة دي، فكانت مظبطة الشوربة. مش قادرة اقول لكم الشوربة كانت تحفة قد ايه. تعالوا بقى هنا نجيب معلقة سمنة، وفي حلة تانية هنعمل ايه، هنعمل اللوبيا. جبت بصلاية كده حلوة متوسطة اهي، بشرتها كده على ايدي، ما مرضتش اقطعها، بحب ابشر البصل اكتر. شوحتها كده زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا محضرة شوية طماطم في الشفشق وايه، وهنزل كده بمعلقة ملح عشان تصفر لي البصلة بسرعة، وكمان بتديها طعم. هنا نقلت اللحمة على العين اللي جوه دي عشان خاطر ايه، انا كنت بشوفها هنا تستوت ولا لا، لقيتها لا لسه. على فكرة يا جماعة انا مش لسه حطاها، يعني انا بجري في الفيديو شوية وبقعد شوية بصور لكم المقاطع بتاعة الاكل، بس بيكون في فواصل وفي وقت، يعني مش مجرد ان انا عملتها معاكم ودي اول غلوة، لا كان في وقت عدى طبعا. فانا هنا كنت بشوفها استوت ولا لا، لقيتها فاضل لها تكة صغيرة. نزلت بشفشق الطماطم كده على البصلة اهو، يعني يا دوب البصلة اصفرت، عارفين الصفار ده اللي هو الفاتح قوي ده، بس كده. ونزلت بالملح، وهحط كمان فلفل اسود. ودي التسبيكة بتاعت اللوبيا. عايزه اقول لكم انا بقالي كتير قوي قوي ما اكلتش لوبيا، وكان نفسي فيها. فانا بحب اللوبيا باللحمه، ما بحبش اعملها بالفراخ، ما اعرفش، هي ليها كده طعم باللحمه اكتر من الفراخ. المهم، وكمان ما اعرفش بحسها بتليق عليها كده. ادي اللوبيا اهي، شطفتها كويس بعد ما برضو ما سلقتها بميه السليق دي، وحطيتها هنا برضو هديها كبشتين شوربه اهو. عايزة انزل اجيب طقم توزيع، لان البتاعة دي كل شوية تفلت، هي بقى لها كتير قوي معايا، بس كل شوية تفلت كده من الايد بتاعتها وتقع. ف مستنية بس. بصوا الشوربة لونها ايه، بصوا الشوربة صفرة وجميلة. المهم، نزلت كده بالكبشتين الشوربة، وهسيب بقى ايه اللوبيا تتسبك كده وتاخد وتدي مع نفسها، وهسيبها كده ايه في هدوء تام. تعالوا بقى نخش على الرز. الرز ده انا كنت غسلاه ونقعاه. انا بحب كده ايه قبل ما اعمل الرز، دلوقتي ما اعرفش اكل الرز غير وانا نقعاه. فلقيت المية بتاعته قلت شوية، فقلت ايه همسكها كده ازودها شوية. المهم، انا بعمل رز بزيادة علشان خاطر انا عندي اطفال تاني يوم بيبقوا عايزين ياكلوا. وبعدين دودو ما تنسوش يا جماعة، انا لازم اسيب لها اي حاجة على رز كده، عشان طبعا هي مش بتاكل اي حاجة، فمتاكلش جبنة ولا لانشون ولا الحاجات دي كلها خالص، ما بترضاش تاكلها. فالخضار ده بالنسبة لي يبقى في التلاجة بزيادة احسن. عشان كده بحب اعمل رز كتير. ادي الرز اهو اتشرب، هسويه كده وبعدين اوطي عليه بقى واسيبه كده على الهادي. وادي اللوبيا اهي، دقت لها فصين توم وعليهم قرن فلفل كده مشطشط، ومش حراق لدرجة ان انتي ما تقدريش تحطيه على بقك، لا حلو حلو يعني. بس المهم بقى هنا هحط اللحمة اهي، انزل بقى اللحمة كده جوه اللوبيا اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا انا ما كنتش مالكه طبعا عشان خاطر الحله اللي قدامتي كانت سخنه، فعلى قد ما قدرت كده، وفي لحمه ايه لسه في الحله، بس ايه هحط الباقي انا بقى مع نفسي. المهم قلت بقى ايه الاكله دي بدل ما نشرب الشوربه كده، لا انا هحمر شويه لسان عصفور. اول حاجه كمان عشان دودو بتحبه، وانا بحب اشرب الشوربه كده مع الاكل. بصوا اللوبيا يا جماعه، ولا الريحه كانت قلب الدنيا. بصوا لسان عصفور. الحلويات دي احنا بصوا الحاجات اللي فيها دهون دي احنا مش بناكلها، بناكل القراقيش الحاجات دي، لكن اللحمه
الحمرا احنا بناكلها اكتر. دي كانت في، بصوا اللحمه ايه، بوريكم ان انا عملتها بالمعلقه. بصوا ده يبقى وده زيتون. طبعا انا عارفه ان هو ملوش علاقه، بس للاسف انا ما عنديش مخلل، فيعني كنت حطاه كده وسط الاكل وخلاص جوزي جاب. وده كان اكلنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم، واشوف